السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعين قناة أبو هذال العجام المنوعة. وصلتني قصة عن شخص أقاربه كان عنده شهادات عالية، دكتوراه، بروفيسور، دكتور بالجامعة، إنسان مثقف عالم، لكن يعني عقله هذا سبحان الله، يعني أنا أعتبر هذا في التعدي أو في شيء، وهذا بالعكس يعني ما استخدم عقله بالصورة الصحيحة. هذا الشخص حصل أعلى الشهادات، ويعني إنسان اشتغل بالجامعات العراقية ومشهور وكذا. المهم كان رأيه شنو؟ عنده فد رأي خاص بقبور أهل البيت أئمتنا. يعني احنا ما بدنا نحكي عن شغلة مذهبية، لا سنة ولا شيعة ولا كذا. احنا بصورة عامة بدنا نحكي على أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني خلي أطفد مثال بسيط. هسه مثلا أني أكو واحد مثلا يحبني، يعني هل من المعقول يعادي أبنائي وأولادي؟ طيب ليش؟ إذا أنت تحبني إلي فأكيد تحب أولادي. زين، هاي أنا إنسان بسيط، ما بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله، يعني الله خلاه حبيب الله، خلى النبي إبراهيم خليل الله، خلى موسى كليم الله، عيسى روح الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. طيب وانت تقول انا مسلم. هسه احنا ما نقول شيعي او سني، وبالمناسبه هو الشيعي الرجل، زين، حتى يعني ما احنا ما نريد نظلم واحد، ولا احنا هسه ما موضوع طائفي، لا بالعكس. لكن احنا من انت الله يحب للنبي، زين، وانت مسلم وتقول أنا مسلم وأنا شيعي وأنا أحب آل البيت. طيب زين، أنت يا أخي تحب آل البيت، تريد تفلش قبورهم وتاخذ الذهب اللي حاطيه على الأبواب الذهبية أو الشبابيك أو هاي المربعات على المنارات الذهبية. هو شنو رأيه؟ يقول احنا شنو هذول، يعني شنو هاي القبور؟ هي قبور، فاحنا ناخذ الذهب ونستفاد منه. طيب يعني يا أخي هسا أنت تريد تستفاد من الذهب، هو ايش قد هذا الذهب؟ يعني هسه أنت مو إنسان عالم ومحصل شهادات، مثلا ايش قد هو هذا الذهب وزنه؟ خلي بكل العراق عندنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عندنا الإمام الحسين، عندنا العباس أبو فاضل عليه السلام عليه السلام، عندنا الإمام الكاظم، الإمام علي الهادي، الحسن العسكري. مجموع هذول أهل البيت، مجموع هذول الأئمة، الذهب الموجود بأضرحتهم، برأيك الكريم بالله أفدنا، إيش قد يطلع وزنهن؟ طن ذهب، طن 1000 كيلو ما أتصور، خلينا نقول، نفترض أنه وزنهن 1000 كيلو طن ذهب. يعني أنت تريد تفلش قبور أهل البيت أبناء النبي، تريد تفلش قبورهم وتاخذ هذا الطن الذهب، ايش تستفاد منه؟ ايش تبني بها ابو هذا؟ ايش قد قيمته؟ والله انت عالم ستة ولو متت. بس انا بدي انت كعمليه حسابيه، اي واحد بينا هسه خليل زماله حاسبه ويحسب لي طن الذهب ايش قد قيمته، ايش قد كم دولار، ايش قد دينار عراقي، ايش راح تبني بيهن؟ زين، انت عفت البترول بالعراق، الغاز الطبيعي، المعادن، عندنا كل المعادن، حتى يورانيوم، عندنا ثروة سمكية، ثروة حيوانية، ثروة زراعية، يا أخي كل هالخيرات اللي عندك بالبلد، وتركض تجي تريد تفلش الأئمة الأضرحة مالتهم، قبور أولاد النبي ذولا. عفت هاي الثروات كلها من قبل صدام ولغاية الآن، هي وين الثروات؟ وانت بقت على هذا طن الذهب تريد تفلش الأضرحة وتستفاد. ايش تستفاد منه؟ ايش تبني بيه؟ بس فهمني، عمارة تبني بيه، تبلط شارع، مو عندك خيرات. المهم ما اريد اطول عليكم. الله سبحانه وتعالى قال له اوقف، انت تندق باحبائي بآل البيت، احبائي ذولا بسيطة.
اول شيء اللهم لا تجعلها شماته، واحنا الله اعلم، الله ما ندري ايش ضاب منا، احنا ما اقول لكم احنا انبياء واحنا ناس، بس شوفوا، مو هي يعني الشيء بالشيء يذكر. هذا الشخص اصيب بشلل، يا ساتر الله يكفينا شر السامعين، اصيب بشلل، بقى سنتين على هالحاله، سنتين نايم بالفراش، حاجته جوا، يقضي حاجته جوا، يعني عذاب إله والأهله، زين، لمدة سنتين، وبعدين الله أخذ روحه، مات. ومن مات لا أخذ من الذهب، لا أخذ وياه الذهب ولا البترول للقبر، ولا كل شيء ما أخذ وياه للقبر، ولا شهادته، كل اللي أخذه كفن أبيض كفنوه ودفنوه. أنت بالدنيا شوف آخر سنتين بحياتك إيش سويت بأهلك وبنفسك بسبب تعديك على آل البيت صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وراك الآخرة، بعد وراك الآخرة. يعني أنت شلون راح تواجه النبي يا أخي؟ يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، أنت شلون راح تواجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو تقول له؟ من يقول لك أنت ليش يعني بابا، أنت ليش ردت تفلش الأضرحة مال ذولا أبنائي ذولا؟ شو تقول له؟ شنو بالله؟ بس ما تفهمنا بالله. على كل الله يعني الله هو الله ارحم الراحمين، والله اعلم، احنا ما لنا علاقه شيء يصير ما يصير. واشكركم على استماعكم، وهاي مو شغله مذهبيه ابدا ولا اي شيء، وانما فقط للتذكره بحب آل البيت. يعني هو احنا مذكوره عندنا انه لا اسالكم عليه الا الموده في القربى، بالقرآن الكريم لا أسألكم عليه إلا المودة بالقربى. فأخوان، المودة بأهل البيت وبقبورهم، ما مضارين بشيء. وفي أمان الله.